وكيلو ضابط قلت لهم خليها الساعه 3 نخليها يشتغلوا بالليل زي ما كان المحافظ قال الساعه 5 الصبح. جه المحافظ قال 5. اتفرج من 12 بالليل. والله المحافظ قال 5. ما كنا عايزين نشتغل من 12 عشان تصبح الصبح 5 تلاقي عين. هو كلام سيادتك انت بيرسي عني انا. جه المحافظ قال لك انت شغلوا لما من بتاع 5. الفرن تقول له شغل الوزير قال ايه بقى؟ الوزير بتاعنا من 5 ل 9. احنا لو بقى مراتك راحت هتروح في النهار. احنا بقى هنصبر. بص احنا بقى حضرتك احنا هنصبر شويه. مش فاهم اللي فاهم اللي هو بيقوله كويس. احنا هنصبر شويه. انت صورنا انا صوره كويسه. ماشي هو ينبه من 5. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو؟ طب هات من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتر. حمدي ايوب مراسل قناه صوت الجمهوريه من مركز اشمون من ارض الواقع عشان مشكله الخبز اللي عندنا في مركز اشمون، ومعايا عدد كبير من الجمهور وعايزين ان شاء الله بامر الله نعمل حوار مع الجمهور. فحضرتك ودي قريه من قرى مركز اشمون، فاحنا هنتكلم مع المسؤولين ونتكلم مع الناس. اتفضل يا فندم. ماشي. شكرا يا باشمهندس. خد صور يا محمود. صور على ماشي. كمل زمان. طب الناس اللي بقى ايه؟ اللي ما خدتش عيش هيضيع عليك. هو بعد شهر اكتر الناس دي مش عايز تاخد عيش. والله يا عم طالما في سلع. عارف ساعة المخابز عايز ساعة مخابزك ما تشتغل احنا هنبقى موجودين معاكم على طول كلنا. انا بركت. واللي هيخالف على السكه. ليه احنا بنعمل محاضره دلوقتي جوانا على القاضي دلوقتي. هو سيادتك مش السلع زي زمان. مش السلع هتتفق. اللي عنده عيش وحش هنحطه له في قلب الشوال وعلى القاضي. يا باشا حد جابها ليه؟ لا بقى انا جت الشر اهو. ايوه بس هتاخد اول يوم من الشهر. الشر انا فيه. ايوه كان بيقول لك يوم واحد في الشهر وثاني الشهر. من يوم 1 ليوم 7 لو رحت ضربتها مش هتاخد. خد بالك. على ايه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للسلع اللي فايضه من العيش. لا اللي بيفيد منك من الشهر الجاي ده بيتحول للشهر الشهر الجاي الجاي. من 1 لحد يعني لحد يوم 7 لحد يوم 7. عمل ما تروح تنزل تاخد بس رايح لك على رصيدك برضه مفيش حاجه بتضيع. يعني اقصد دلوقتي احنا في شهر بص 12. رئيس الجمهوريه قال لك عيش حريه عداله اجتماعيه. ماشي. العيش اول حاجه لان العيش ده بياكل الغلبان. انا مع احترامي ليك شهر 12 دي اروح اجيب سلع وهيبقى في حريه بقى حريه انك تجيب من اي مكان. يوم واحد حريه لحد يوم لقيت مكان فيه زحمه تجيب مكان رايق. يعني مش هتعمل معلش بعد الشهر ما يخلص. يا لازم الشهر. انا معلش عايز اعرف نفسي. يوم واحد سمير الحراني يوم واحد علشان عارف من يوم 1 7 تضرب البطاقه بس العيد. ما انا بعرف بس تروح يوم 8 هو السبب في المشكله ديت ان وقفه المخابز الاجازه اللي خدوها المفروض ما كانوش ياخدوا 3 مره واحده بس هم خدوا اجازه ليه؟ ما كانش معاهم فلوس يشتروا دقيق على النظام الجديد. طيب البديل بتاعها يوم 1 في الشهر. احنا البديل ان احنا لا ستة بدل الناس ما تلاقيش عيش هنا ولا هنا ان احنا نسند الحصه دي. هي ديت مسؤوله لحد ما اللي تشتغل. راح تشتغل احنا معاكم على طول. هو حضرتك الفرن بالضبط ما معهوش ما هو بيصرف في البنك. يصرف منين؟ هو طيب وقف الفرن حضرتك الناس تاكل عيش منين؟ الحصه انت دلوقتي لازم البلد اللي هي المنتجه للعيش لازم توزع العيش، لازم تخبز العيش بتاعي اللي هو اسناد الحصه ده الفلوس بتاعته بيروح ياخدها من البنك دلوقتي بيشتري بيها دقيق واحنا ضاعفنا له الكميه. هنزلها لك هنا ضاعفنا له الكميه كمان يعني دلوقتي الفلوس عايز قال لك انا شايف ان هنا الكميه مش مكفيه من الصبح هزود له تاني من دلوقتي كمان. طب حضرتك هنتصل بالمطحن دلوقتي يفتح له الرصيد. حضرتك انت كمسؤول ايه الحل اللي انت شايفه للناس دي؟ اللي انت تشوفه من رؤيتك انت الحل اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا زودنا دلوقتي الحصص دلوقتي فتحنا اتصلنا بالمطحن وزودنا الحصص للمخابز اللي هي مسند عليها الحصه دي. هجيب لك العيش بتاعك الساعه 1 هسلمه لك بكره يعني هيجي الساعه 1 من الليله دي. ماشي انت هتيجي واثنين ثلاثه معاكم تستلموا العيش عيش طازه وتسلموه للناس. واخد بالك معايا؟ اليومين دول لحد المخابز بتاعتكم ما تشتغل. طيب حضرتك بعد ما مخابزكم ما تشتغل ما بقاش في مشكله. بص بعد كده احنا عايزين بعد ما الطوابين تشتغل مثلا من الساعه 5 عشان الحريم ما يطلعش. تعليمات المحافظ قال لك ان المخابز تشتغل من الساعه 5 لحد الساعه 8 بالليل. بس الله ينور عليك. ده اللي عايزينه مش عايزين حاجه لحد الساعه 8 بالليل. واخد بالك معايا؟ ده اللي احنا انتوا عندكم 3 مخابز هنا عايزينهم يشتغلوا مع بعض الصبح ماشي
عايزين واحد يشتغل الصبح، واحد الظهر، واحد النهار. لا يشتغل اللي انتوا عايزينه. وبعدين احنا هنفتح لهم الحصص، هيبقى شغال طول النهار. الطوابير بتشتغل بقى من 3 او من 2 لحد الساعه 6 ما تلاقيش ترغيف. يقول لك يا فندم لا مش حاجه اسمها يقول لك يا فندم هو مرتبط بحصه لازم صلى يطلعها. على النبي سيدنا النبي صلى. احنا هنتصل بيك وساعه الفرن ما يكره هنتصل بيك. احنا تحت امركم وخدامينكم في كل وقت. احنا مش هنسيبكم، احنا معاكم على طول. الفرن كان بيكتب الساعه 7 الصبح. لو عايزيننا نبات معاكم نروح نبات معاكم. ده انت عشان الله يخليك يا باشا، واحنا خدامينكم والله، تحت امركم والله. عشان ترمينا على السمين. لا احنا خدامينكم والله. طيب تعالى زي ما انت خش الاستاذ حسن مدير اداره مدير اداره. خلاص. انا حمدي ايوب مراسل لقناه صوت مصر ان شاء الله، واحنا طبعا في ارض الواقع وبنحل المشكله وعايزين نحل المشكله. فانت حضرتك شكرا لسماعك لمشكلتنا. انا حضرتك اللي انت عملت ايه واللي انت شايف حضرتك هتعملوا ايه؟ اللي شايف المشكله دي ايه اللي لسه هتعمله؟ فتحناها هو بس المشكله الظروف اللي عندنا ان احنا عندنا 3 المخابز اللي هم بتوع موسى بطلوا اجازات لان الرصيد بتاعهم بتاع الزباله ما كانش يوصل لهم ما كانش معاهم فلوس شويه طبعا. 310 ما عادش عندهم قدره، فاسندنا الحصص لمخابز ثانيه في جريس وبتجي لكم زي ما شايفين. كانت المخابز بتاعتكم بتنتج 16000 رغيف، احنا بنوصل لكم 26000 رغيف، ومن الليله هيبقوا 30000 رغيف، واللي انتوا عايزين لو 30 هيبقوا شويه تاخدوا تاني مفيش مشكله. طيب الجوده بتاعت الرغيف احنا ده اللي يهم المواطن، الجوده بتاعت الرغيف. حضرتك ايه اللي انت شايفه عشان ينعمل الجوده بتاعت الرغيف؟ هو لما المخابز بتاعتنا تشتغل بتاع منسى نفسها، المخبز اللي جودته وحشه ما تخافش منه، خد من اللي جودته نظيفه. اللي جودته نظيفه ده ما بتاخد حصته، ياخد زي ما ياخد، ده زي ما ياخد ان شاء الله ياخد 100 شوال في اليوم، مفيش مشكله عندنا في الحته دي. جودته وحشه ما تاخدش منه عيش، بس هو دلوقتي احنا مرتبطين ان احنا بنحمل العيش من جريس وبيجي لنا منسى، طبعا دي على العربيه، ولما بيجي على العربيه اليومين 3 اللي وده بيحصل ضروب انما العيش لما بيبقى طالع من على السير ان شاء الله. ماشي. ما احنا وبعدين انا عايز اعرف دلوقتي في حد بيرجع من غير عيش؟ لا من ناحيه فيه كان فيه، من ناحيه فيه من امبارح كان فيه. لا دلوقتي ما حضرتك كده دلوقتي بتاعت العربية عشان برضه شهادة على رقبتنا ما عندهاش أي ذنب خالص. وانا النهارده اللي أنا الراجل ده بقوله لا، قلت له أصل زود شهادة على رقبتي أنا بقولها. انتج بزياده بص الناس بتاعت العربية اللي كانوا جايين ما عندهمش ذنب. يلا هو حصل الذنب من غافع. يا حصل واحنا عايزين البلد تتعاون معانا لحد ما نشغل. احنا بنشكر حضرتك. ما تشغلهاش لمده شهر. ما تشغلهاش لمده شهر ما دام انت عايز تأدبهم شهر. ماشي. احنا بنشكر حضرتك. وانت مش لمصلحتنا احنا ولا مصلحتهم هم. حضرتك بس الدعوه وديت البلد يا باشا ده احنا احنا بنشكر تحت حضرتك. امركم يا باشا. واحنا زي ما سياده وزير التموين قال ان الحصه مفتوحه ان شاء الله، فاحنا عايزين كل الناس تاخد عيش وتاخد عيش كويس ان شاء الله. مفتوحه. وانا بقول لحضرتك انا بس المخابز تشتغل ال3 دولت، والمخبز الكويس يروح يستلم دي من المطحن وينتج ويبقى احسن واحد، والوحش يروح في داهيه. ما تروحوش للوحش، ربنا خليكم على يبارك الحلو. حضرتك يا فندم. واحنا ضعيفنا الكميات كمان. متشكرين يا فندم. شكرا. طيب يعني الدنيا هديت خلاص. لا يا عم الحمد لله. وصموها لغايه ما نستحمل اليومين اللي هم الجزئية دي لحد المخابز دي هتشتغل يوم 12. الجزئيه ديت ان شاء الله بتاعت الشعب بقى الجمهور نفسه، فربنا يسهل حلوها النهارده باي طريقه ان شاء الله. انتوا اهل البلد وبعد كده ان شاء الله احنا مش زي ما هنحل حضرتك زي ما انتوا هتحلوا يا استاذ. ماشي يا فندم. انتوا اللي هتحلونا يا حسني، انتوا اللي هتساعدونا. ماشي. احنا مش هنقدروا نشيل الشيله كلها. انا عارف والله، انا عارف احنا علينا دور المواطن، علينا دور وانتوا عليكم. وانا هجيب مكنه. السيد وكيل الوزاره هيدي مكن لبعض مخابز اللي هي بتنتج عيش كويس، بحيث ان احنا ناخد من المخابز اللي بتنتج عيش كويس نوديها للاماكن اللي هي ما فيهاش. فكره ممتازه، دي فكره ممتازه يا ريت والله. يعني دي هتتعمم يعني، بس منظومه جديده ولسه ثقافه بتاخد وقت على ما وبعدين يا نعالج جماعه السلبيات اللي بتاعتها. بياخد 10 ترغيفه مثلا وفضل عنده 10 ترغيفه ما خدهمش بيروحوا مثلا، للتموين. هياخدوا بسلعه تموينيه في اول واحد هيستلموا بسلعه تموينيه. فيعني حتى الرغيف اللي هيتوفر منها هتاخد بدل رز هتاخد زيت. نعمل ايه 45 ناخد 20.
الاول قبل المنظومه السابقه مش لازم ناخد ال 40 يعني. عيشه حلو. هو العيش كده ان شاء الله. عيشه حلو. احنا عايزين يعني العيش، احنا سايبين العيش كويس. دي الرغيف ده هو احنا عايزين ان شاء الله العيش يبقى كده على طول يا سيدي. الرغيف ده هو كان 2 من الفل بتاعنا. جايين بالصدفه اهو. شفت بقى يا باشا بالهنا والشفا بالهنا. الرغيف ده هو كان 2 من الفرن بتاعنا. 2. سيبني بقى، سيب الافراد دي، ربنا يسهل ربنا يسهل. كل سنه وانتم طيبين. بنعمل على خير. ماشي على خير. عايزين مننا حاجه؟ عايزين سلامتكم. لو في اي حاجه خلي اتصال بيني وبينك ان شاء الله. والاستاذ طلبه رئيس المكتب بصراحه ماشي راجل محترم والله عنده ان شاء الله عامل عمليه قلب مفتوح ومع ذلك بيجي بالليل وبيجي في اي وقت، وكلنا والله ما بنروح بيوتنا لحد ما نعمل تواصل مع بعض على اساس ان شاء الله بامر الله المواطن يبقى عنده جيت كلمتني في الغاز. لما جيت كلمتني في الغاز حضرتك لبيت الدعوه. حصل حاجه عندكم مشكله في الغاز؟ لا انت لبيت انت حضرتك. يا استاذ حسن العربيه راجع البرعه ب 50 انبوبه، مش لاقي لهم فارغ من هنا. لا بتصل بيا 50 انبوبه ورحمه الله 50 ان شاء الله. تصدق بالله، تصدق بالله اللي عليها معفنين. طب والله العظيم 3 جيت له بانبوبه عشان يغيرها مره. في حاجه استنى. لا وايمان المصحف جيت له وقعدت معاهم ان شاء الله الحمد لله. العيش حسن. العيش الحمد لله. ان شاء الله هيخلص. الله يبارك لك عشان وانا قلت لك مفيش حد هيمشي. ماشي يا باشا. صورنا سوا. ماشي يا باشا. لا ده هيطلع على التلفزيون. سلام يا بيه. انا اسفين يا استاذ احمد. صار العيش. كله هيطلع على التلفزيون. ما عملتش حاجه وحشه. الله يخليك. الحمد لله رب العالمين. لو عملت كده لحد المغرب بتاعت معاهم. الله يخليك. الله يكرمك. انت استاذي مش حاجه. يا باشا دي برضه 4 سنين. توفيقكم ما جاتش ببلاش. طب الحمد لله. ماشي. انا بقول لك اهوت انا مبسوط. زدنا 4 بس سنين. انا بتاسف لك 4 سنين برضه. دول البلد. انا راجل مفتش تموين، خدام صغير وكبير الله في البلد. يخليك. الله يكرمك. ماشي. الزحمه. الله يخليك. المواطن ليه حق عليا، لازم اديه له بما يرضي الله. الله يديك الصحه. ماشي. ان شاء الله بتاعت الانابيب رخره. ان شاء الله من عينيا. امبارح الليله اللي فاتت رجع فيها 50 انبوبه. انا عارف. ما هو لسه بتكلمه يا انا بتكلمه فيه. بس الراجل اللي كان عليه بيقول او واحده بيقول له انا اتحيت عليه غير الانبوبه، قال له لا ده بتاع الناس اهو. حمزه حداد انا جاي لك على عربيه الغاز رخصه. عربيه الغاز الله يبارك واقف لك. في دوله. يعني السواق اللي كان على العربيه من فوق يعني الله يبارك لك. العربية فيها فرد. انا عايزينها تمشي بما يرضي الله. تصور شجاع هناك. تعالى يا ابو عبد وقف اهو، وقف فلان. امسك الرغيف كده، امسك. امسك الرغيفين بقى متبهدلين اهو. ده عيش ده عيش. يرضى ربنا. بقول لك دي مسألة ده عيش. ده يرضي مين؟ خد يا ابو عبد. حتى قد ايه؟ خد يا ابو عبد. ياخد ده اهو. خد الطويل ده اهو. اهو. ياكل ده عيش. عاملين لنا عجل. احلى رغيف مكسر. صور صور صور. تعالى يا باشا هنا يا باشا. يا باشا. يا اخي اسكت يا اخي. يا باشا الحكومة والشعب واحد يا باشا. انتوا عارفين عملوا النهارده؟ زودوا 4 تشويلة للبلد. بقى 38 شوال دقيق. بتصور ايه تاني بقى؟ بصور الاوباش ده اهو. الحرافيش ده ايه؟ حرفوش من حرافيش البلد اهو. والله زاد 4 تشويلة دقيق في البلد، وهيشتغلوا من الساعة 5 الصبح للساعة 7 آخر النهار. الساعة 7. لا ما خلاص. لا العشاء احنا ندور نخربوا عيش ما خدناش غير مرة واحدة. خلاص صورنا عليها. صور البلد.
صور النسوي يمكن واحدة تعجبني ولا عايز اخد. صور العيش بصور الحربوش اللي فوق ده اهو. يا حربوش يا حربوش بصور الحربوش اللي فوق ده. جالكوا شوال دقيق زيادة. ايه حافظ على الفيديو ده، حافظ عليه ضروري. ماشي، ما انا صورت. اصور الشرطة. ايه بصور ايه؟ بشرفوا بيكم. تصور ايه؟ بشرفوا بيكم. صاحبك يا لياني ده انت تحت حركة يا محام، زعلان قوي كده.